السلام عليكم. معاكم محمد مراد. احنا النهارده يا جماعه معانا شيلر، مكنه يو في. ده شيلر تبريد ليدات اليو في. زي ما انتم شايفين كده الشيلر معانا بعد الصيانه. في الحقيقه الشيلر ده كان في مشكله عندي في دوره الميه، في مشكله في حساس الميه. وطبعا احنا ركبنا حساس جديد طبعا بتعديل، لان الحساس القديم نفسه ما كانش موجود، فاحنا ركبنا حساس تاني بس بتعديل. تعالى كده نتعرف على الشيلر كده ونشوف كده الشغل اللي تم فيه. انا مبدئيا هنا زي ما انتم شايفين كده عندي وحدتين. الوحده الاولانيه والتانيه دول خاصين بلمبات اليو في. وده طبعا كباسه تبريد، وعندي طبعا مروحه السربنتينه اهيت، وعندي خزان الميه. وده الحساس اللي احنا غيرناه اهوت. غيرناه بعد التعديل. طبعا احنا بنغير الحساس هنا، وفي نفس الوقت اي تعديل في الكهرباء بتاعت الحساس بنعدلها. وعندي طبعا انا هنا اتنين كونتاكتور. دول الاتنين كونتاكتور دول خاصين طبعا بالكنترول، بيدوم اشاره عشان يفتح معايا الباور. تعالوا نبص كده. ده الكنترول بتاع الشيلر اهوت، زي ما انتم شايفين. عندي طرمبة المية، وده الباور سبلاي اللي جنبيها بتاع الطرمبة. طبعا عندي هنا اشارات خارجة تعالوا نبص كده على الاشارات اللي هي بتاعت الشيلر نفسه. هنا الاشارات خارجة بتاعت بتاعت الشيلر. ده دخل وخارج للاشارات، ده بينها وبين المكنة نفسها. لازم طبعا هو ياخد اشارات من المكنة. ايوه. وهنا طبعا دخل المية وخارجها، وهنا ده صرف للمية. ودي دخل الاشارات اهيت زي ما انتم شايفين. هو الشيلر طبعا تكوينه يعني جميل جدا، ومعمول يعني بشكل كويس جدا. وده طبعا شكل الشاشة بتاعت الكنترول نفسه. تعال نجرب كده الشيلر ونشوف كده بعد الإصلاح والصيانة. دلوقتي احنا هنعمل اختبار للشيلر بعد الصيانة ونشوف الشيلر شغال ازاي. احنا هنفتح مفتاح الباور. أول ما فتحنا هو بيبدأ هيقيس درجة الحرارة بتاعت المية 22. بيبدأ يعمل اختبارات للحساسات. فتح الحساسات خلاص. دي درجة الحرارة 20، دي هي درجة الحرارة المفروض هو يوصل لها. لمضة الكمبريسور ابتدت تشتغل معايا اهي بدون مشاكل. طبعا هو ده وقت انتظار عشان الكمبريسور يبدأ يقوم ويشتغل معانا. يعني لسه طبعا الكمبريسور ما قامش والمروحة لسه ما قامتش. هنشوف كده أول ما الكمبريسور يقوم. هو طبعا بيقعد حوالي دقيقة. بس الشيلر شغال تمام اهوت، وحساس المية اهو ابتدت. طبعا لو في أي مشكلة في المية كان هيدا ألارم. الكباس قام. المروحة قامت معانا اهيت. تعالى بقى نتابع درجة التبريد. طبعا في نزول ملحوظ اهو في درجة الحرارة. هو 22.8 كده بقى 7 من 10. المفروض هو يوصل معايا ل20. الشيلر معايا شغال، المروحة شغالة، الكباس شغال معانا. طبعا أنا عندي مفتاحين هنا بيتحكموا في الباور بتوع لمضات اليو في. مفاتيح باتشوميتر ديت اللي هي خاصة بالباور. دي بتتحكم ان يخلي الفولت بتاع اليو في عالي او ولا واطي. طبعا زي ما انت شايف كده درجات الحرارة ابتدت تنخفض معايا ل 22.6.
انخفاض في درجة الحرارة ملحوظ خالص اهوت. عندي الباور سبلاي بتاع الشيلر شغال. في ليدات اهي، مش عارف هي باينة في التصوير ولا لأ اهي. الشيلر شغال نظامي خالص، مفيش أي حاجة خالص. درجة الحرارة نزلت اهيت معانا ل21.9. زي ما احنا شايفين كده درجة الحرارة ابتدت توصل ل20.4. خلاص هو مجرد ما يوصل ل20 معايا الشيلر هيفصل والكباس هيفصل. فعلا معايا الشيلر فصل اهو، الكباس فصل، المروحة ابتدت تقف اهي. المروحة بتقف على واحدة واحدة. الكباس فصل معانا، درجة الحرارة واصلة 19.9 أو 20، متفرقش كتير يعني. ممكن بقى اقفل الشيلر وافتحه تاني، اتأكد ان الحساس بتاع المية مفيش فيه من مشكلة. شغال تاني. تماما القراية مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده ده شيلر تبريد مكنة يو في. احنا عملنا ليه صيانة، كان في مشكلة في دورة المية وغيرنا حساس المية. وزي ما انتوا شايفين كده طبعا احنا بنعمل له عملية تنظيف برضه داخلية كده عشان الشيلر يبقى التحسين التبريد بتاعه كويس. والحمد لله الموضوع تم بخير يعني.